بسم الله الرحمن الرحيم. مدرب اتحاد طنجة خالد الفيل. الحمد لله على هذا الفوز هذا. حنا كنا عارفين كانت مقابله صعيبه مع النادي المكناسي. تعرفوا النادي المكناسي انه فريق قوي رغم انه كان مرفوع في الصعيفه، ولكن هو الان راه في الطور انه تيكون الفرقه ديالو. الحمد لله على الفوز. تندير الفوز هذا الناس تاع اتحاد طنجة، الجمهور اتحاد طنجة، باش ندعيهم بقاو يجيو يساندونا ان شاء الله هذا العام هذا. وبالنسبه للمقابله كانت في الحقيقه مقابله صعيبه في الاول، راكسو كان السكور ماشي كنا غاديين ايكاليتي. احنا عندنا الحمد لله فريق احنا متكامل الحمد لله. عندنا فريق يعني عندنا الشونجمون، عندنا الدراري يعني عندهم اكسبيريونس. النادي المكناسي مازال فريق شاب باقي صغير في طور النمو، ومع الخدمه تاع الاطار اللي نوضي بواحد الديوي يعني غيكون هذاك في المستقبل يكون في المستوى بالتاكيد. ونتمنى هارد لاك النادي المكناسي الفريق الام ديالي، يعني نتمنى التوفيق ان شاء الله. وفيليسيتاسيون اتحاد طنجة وجمهور اتحاد طنجة، وشكرا. الفوز هذا هو نتيجه ديال سيمانه ديال التدريب الشاقه، والبريسيزون حتى هي كانت صعيبه مع السي خالد. الحمد لله دازت الامور جيده، والحمد لله تمكنا من انتصار في هذه المقابله هذه، وان شاء الله كنتمناو الخير في المقابلات اللي جايين، وكنوعدوا الجمهور الطنجاوي ان شاء الله بالصعود هذا العام ان شاء الله. كنا عازمين عليه، ما كان حتى شي خيار من غير الفوز. كنا داخلين دايرين في راسنا اليوم كاين 3 بوين، وحيت هي السبيل الوحيد ان شاء الله للصعود للمباريات الست ان شاء الله. كنشكروا جزيل الشكر الجمهور الطنجاوي اللي وقف معنا في هذه المقابله هذه، وعاوننا في سورتو في فترات الفراغ اللي كانوا في المقابله. لقينا الجمهور عاوننا وضغط على المنافس ديالنا، وكنوعدوا ان شاء الله بالصعود هذا العام. السلام عليكم. اولا كنشكركم على التغطيه ديالكم المباراه اليوم، المباراه اللي صراحه كانت مباراه ديال القمه في الدوره هذه مع النادي المكناسي. النادي المكناسي معروف بكره اليد ومدرسه كبيره. الحمد لله هذا الماتش الثاني، المباراه الثانيه اللي غنفوزوا فيها. المره الاولى كانت خارج الميدان، اليوم داخل الميدان ديالنا في قاعه الردف. كيف كتشوفوا السعه ديالها وما كتستحملش الناس اللي كيجي، الجمهور اللي كيجي. الناس بقاو واقفين، الناس بقاو برا. نتمنوا اننا يفتحوا لنا قاعه كبيره حنا نستافدوا منها، ماشي غير الباسكيت والفولي، حتى حنا كره اليد فرقه ديال المدينه اتحاد طنجة ماشي فرقه ديالنا. ولكن اللي كاين في هذا النهار هذا هو الفوز. اننا انتصرنا، حققنا انتصار مهم، انتصار اللي كيخاولنا اننا نبقاو في الصداره، واننا ننافسوا على الصعود هذا العام هذا والرجوع العوده للقسم الممتاز اللي هي الاصل في الامل ديالنا، والاصل في استقطاب هاد اللاعبين اللي جبنا هذا العام هذا باش نعززوا الكتيبه ديال الفريق باش ينافس بقوه. والحمد لله النتيجه كانت باينه مع فريق كبير. المباريات القادمه ان شاء الله حتى هي نلعبوها كمباريات سد، كل عندنا مباراه هي مباراه سد عندنا، لان هزيمه واحده كتخرجك من المنافسه. كنشكر المدرب، كنشكر اللاعبين، كنشكر الجماهير اللي حضرت اليوم تبارك الله بكثافه وشجعونا، كنشكروهم. كنشكر كذلك السلطات ديال المدينه اللي كتوفر لنا قاعه وكتوفر لنا هذا الشيء هذا، كنشكروهم اللي دخلوا. باش لو التدخل ديال السلطات ديال المدينه ما كناش نوجدوا، باش نساعدوا، لان كان واحد الساعه تم اغلاق القاعه، تم واحد الحصص ديالنا. لولا التدخل ديال السلطات المعنيه الولائيه ما كناش غادي نكونوا ساعدنا بهذه الطريقه هذه. كنشكرهم من هذا المنبر ديالكم، السيد الوالي، السيد العمده، المدير كذلك، المدير ديال النيابه التعليم حتى هو دخلوا. الحمد لله الاخوان وجدوا على اتم استعداد دائما للمباريات ديالهم. كنشكركم مره اخرى، كنشكروا الجمهور بزاف، كنقولوا له ان مرحبا بك عندنا، وشجعنا دائما في المباريات القادمه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.